ايوه يا حبيبي، انت فين؟ لا النهارده مش هينفع، ممكن بكره. فين عندك؟ طيب اوكي. وانت كمان وحشتني موت يا حبيبي. معاك المفاتيح. جبتها منين؟ عملت عليها نص غلط هو يحس. بقول لك ايه، سيبني انا بتاع الخزن. خش يا استاذ. يا ابني تبقى ارقام يا ابني، افتح عارفها. افتح. اعمل ايه؟ انت معاك ارقامها؟ ما معيش ارقامها، سيبوني اجرب بقى. فتحت يا ابن الجزي. فتحت. بس عرفت ارقامها منين؟ قول لي يا جدع. قلت اجرب يا سيدي، طلع تريك جوزه من امي. طب يا جدعان ده يلا. ايه الفلوس دي كلها؟ عشان شكلها هتزهزه يا جدعان تاني. يلا جرب الشغل. ايوه هات الملفات دي كويس قوي. عاوزها حطها لي اهو. خدت الفلوس، لميت الفلوس. طب يلا. بقول لك ايه، مش عايز دول؟ لؤي ايه؟ هتخش الملفات دي. انت هتعمل ايه؟ هات الملف ده احرقهم كلهم. احرق كل ورقه ده عشان يتحرق قلبه زي ما حرق قلبي الكلب بتاع الفلوس. ضيع فلوس. يلا يلا اصبروا انتوا. ما خرج. تعالى شوف موبايلك اللي بيرن. لا موبايل ايه؟ اعتبر ان كل الخطوط مقطوعة، واعتبري كمان ان الشبكة وقعت. ده بيرن تاني، ما ترد، دي رابع مرة بيتصل. رد. مش هرد. علشان خاطري رد، جايز تبقى حاجة مهمة ولا حاجة. عشان خاطرك انت بس. طب ما سيبه يرن شوية. فوش. يلا رد. حاضر. فوش. حاضر. الو. ايوه يا سيدي انا. بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. في ايه؟ في ايه؟ المكتب بتاعي بيتحرق. أؤمر. انت شغال هنا؟ انت مين؟ شريف توفيق، ضابط مباحث. يا باشا اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رافت يا باشا. ده رافت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد غطاهم يا رأفت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا، الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكله مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مره حصل الكلام ده مع مين؟ مع شويه شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم، بس من ساعه ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكله بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رأفت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس، بس اول ما سطوحي بيه كشفهم طردهم على طول من هنا. واللي تقول لي ساعتك على الموضوع ده احسن مني زوزو اللي بتشتغل هنا يا باشا. يا فين؟ يا زوزو
تعالى كلم الباشا الظابط. انا اذنك يا باشا. والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت أي حاجة. ده أنا ماشية زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسمية. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج. والله يا باشا أنا خلاص يا بت مش عايز صداع. إيه يا باشا؟ اسمك ايه؟ زوزو، بس اللي تشوفه يا باشا. اللي في البطاقة يا روح امك. خدمتك سعاد. مسجلة اداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقة. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي هقولهولك وفتحي دماغك. أمور يا باشا. تعرفي ايه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكلة مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شوية عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما انا عارف يا اختي انهم زباين. تعرفي عنهم ايه؟ ايه ده يا باشا؟ لا يجيلك السكر ولا الضغط ولا حاجة. لما بت. حاضر. ما اعرفش حاجة. يعني ايه ما تعرفيش يا روح امك؟ اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ايه بقى يا ست سوسو؟ مالك سايقه العوق عليا كده ليه؟ تقلانه. هتحايل عليكي كتير عشان اقعد اقول معاكي كلمتين؟ وديك قعدت. أؤمر. في حاجة يا سي طلبة؟ ابدا. انا عايز الرضا والقبول. يا بنتي مش انا جيت البيت وقريت معاكي الفاتحه وكله كان تمام وقلنا لم الشمع المغربي؟ لا يا اخويا ما كانش اتفاق. انا كان ليا طلبات وانت نفضت لي. نفضتلك ازاي؟ اموري. طلباتك ايه؟ خلاص جيب لي شقه، وشقه تمليك تكتبها باسمي عشان اقعد امي واخواتي. باسمك؟ نعم يا حبيبتي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما تاخذنيش في دي الكلمه، اصل انا ما اعرفلكش راس من رجلين. بتقولي ايه يا بت؟ سامحني يعني، اصل احنا مش غربة عن بعض. انا ولا هحسس على الكلام ولا هزوقه. انت يعني ممكن في ايتها لحظة يرموك في السجن، ساعتها نعمل ايه؟ اغني سلامو ولا اقول يميني ينجدني؟ انا عايزة حاجة تسند عليها لما يقفشوك. ايه تقفش دي يا بنت؟ الله يخرب بيتك، انت بتفولي عليا ولا ايه؟ وتاني هام عشان اسلوبك ده. الله، انت بتخافي مني يا سوسو؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. ده انت اللي لازم تخاف وتخاف قوي على نفسك. انت بتهدديني يا بت؟ طب تصدق ده انت طلعت بني. ايه اوعاك والغلط تندم. انا فعلا غلطان ان فكرت في واحده زيك. انا كنت عايز اسطري. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ماشي يا ست الدكتوره، بالاذن. اذنك معاك يا سي الطيار. ها يا شريف، وصلت لحد فين؟ الحقيقه يا فندم بعد فتره من البحث والمتابعه قدرنا نوصل لمجموعه كبيره جدا من المشتبه فيهم، من ضمنهم مجموعه طلبه كانت علاقتهم سيئه قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق اكتر من مره. ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعه من السرقات اللي حصلت في مدينه 6 اكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعه مسلحه، نقدر نقول يا فندم ان احنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين اقرب حد للتشكيل العصابي ده؟ مجموعه الطلبه اللي بتتكلم عنهم. انت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعه طلبه من جامعه القاهره. عندك معلومات عنهم؟ ايوه يا فندم، هوري حضرتك. دول مجموعه اصحاب فاشلين جدا في الدراسه يا فندم. ظروفهم الاجتماعيه سيئه جدا. وظروفهم الماديه اسوأ. ومن تحرياتنا اكتشفنا ان في تغييرات كبيره جدا حصلت للشباب دول في الفتره الاخيره يا فندم. تغيير ازاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيره جدا يا فندم بطريقه غير مبرره. ومين الولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم، من اسره ثريه جدا من الصعيد. ابوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضويه مجلس الشعب، ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد، غير رقم تليفونه، اخباره اتقطعت تماما عن اهله ومحدش عارف عنه اي حاجه. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من اسره متوسطه، ساب بيت اهله بعد خناقه كبيره جدا معاهم وراح اتجوز مطربه كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينه. تحرياتنا بتقول ان في مشاكل كبيره جدا بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت، والدتها ماتت من قريب جدا. بعد وفاه والدتها البنت بتعاني من مشكله نفسيه كبيره جدا، وحالتها النفسيه نقدر نقول انها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي
وعايشين في ارض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه اعراض الغنى الفاحش في الفتره الاخيره، بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربيه، واتاكدنا انه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعه اللي معاه. اخر واحد في الشله دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوته كبيره قوي يا فندم. ابوه صاحب الباخره اللي غرقت قريب، وبعد المشكله دي حصلت لهم مشاكل ماديه كبيره جدا جدا، وعلى اثرها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعيه الاسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت لدليل؟ الحقيقه يا فندم انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعه دي تحت المراقبه المكثفه، لكن مش عايز اعمل اي خطوه ازيد من كده علشان ما ياخدوش بالهم. طيب خليك وراهم، وعايز تقارير اول باول، مفهوم؟ يا سلام عليك يا لولو، يا سلام عليك لا يا انا لولو. اللي هكسب. استنى. ده انت جامد قوي يا لولو. لا برضه استنى، هتبقى لعبتي. ده ايه اللعب ده كله؟ يا ولا استنى يا لؤي، سيبنا ركز. طب يمين شويه. استنى بس عليا. وداخل على الجول، وداخل على الجول، وجول 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 وجول. ده ايه الجول الحلو ده؟ ده ايه الجول العسل ده؟ ده ايه الجول القمر ده؟ لا احنا قلنا مفيش اي حاجه هتحصل الا بعد الجواز الرسمي. يا بنت مش هاخد كل حاجه، ما تقلقيش. لا ولا اي حاجه. ما احنا اتجوزنا ليه بقى؟ مش فاهم. اتجوزنا علشان يبقى في اتفاق على الجواز الرسمي. جواز ايه؟ الرسمي. طيب انت رايح فين؟ لا انا خارج اقعد بره شويه. يعني هو لو مفيش كده تقوم تسيبني بره يعني ما نقعدش نتكلم مع بعض شويه؟ يا بيبي ما احنا اتكلمنا كتير، جه الوقت بقى اللي احنا نقرب من بعض فيه اكتر، نفهم بعض اكتر، نحس ببعض اكتر كده يعني. ولو مش عايزاه انت حر. لؤي استنى. الباشا بنفسه هنا؟ بجد انا مش مصدقه نفسي. اهلا يا باشا. اهلا يا ياسمين. منور بيكي النهارده. لا 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 لا، انا زعلان منك خالص. انا؟ هو انا اقدر ازعلك؟ انا عملت ايه؟ حكايتك مع ماجد واخده شكل كده مش زي اللي انا رسمتهولك. وقعتي في حبه ولا ايه؟ انا فعلا حبيته. ازاي ده حصل؟ فاهميني؟ انا حبيت في ماجد حبه ليا وخوفه عليا. ماجد يا باشا ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يحميني. في الاول والاخر الواد ده بايظ. الا انت عرفتي موضوع البودره ولا لا؟ للاسف عرفت، بس انا هحاول ان انا ما تحاوليش، الواد ده لازم يضيع. على فكره يا ريت بلاش الحنيه الزايده دي، الواد ده ما يستاهلش. بس يا باشا انت مش حاسس باللي انا عايزاه؟ انا حاسس وعارف كل حاجه، وانا كلامي اوامر تتنفذ وبس. اوامرك يا باشا. ويا ريت بقى تفوقي لنفسك شويه وتسيبك من الواد ده خالص. ويا ريت كمان بلاش حدوته الحب دي عشان بتضايقني شويه. وانا عايزك تعرفي كويس ان العالم ده عالم ما فيهوش عواطف، عالم فيه مصالح تخلص وبس. اوامرك يا باشا. مساء الخير. شاكر باشا من كبار رجال الاعمال في البلد. اهلا وسهلا. اهلا. اوكي يا ياسمين، زي ما قلت لك بقى. ها، باي. باي باي. سلام. شرفتنا يا باشا على الزياره السريعه دي. ميرسي. يا ريت تكررها. ميرسي. مين ده وكان عايز ايه؟ ما انا قلت لك رجل اعمال وعايز يدخل في سوق الكسب. ايه في ايه؟
مش عارف انت بتعطي ليه دلوقتي. يعني ما انتش عارف ليه يا لؤي؟ ايه اللي حصل يعني؟ ما حصلش حاجه. تيك ايزي. لؤي انت ما انتش فاهم ايه اللي حصل. وبعدين احنا كنا متفقين ان مفيش اي حاجه تحصل الا بعد الجواز. طب ما احنا متجوزين يا بنتي، انت مراتي، انت دلوقتي مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا لؤي، انا اقصد الجواز الرسمي. يا ام الجواز الرسمي دي، صدقني انا بكره الكلمه دي قوي. يا حبيبتي لازم تعرفي ان انت مراتي، واللي انا عملته ده هو حق الشرعي، يعني ما حصلش حاجه لده كله. انا ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعدين انا حاسه ان مش ده اللؤي اللي انا بحبه. اسمعيني، مفيش داعي للكلام الكبير ده. انا دلوقتي عايزك تنسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انت عروسه. فاهمه يعني ايه عروسه؟ لا يا لؤي، انا مش هدخل شقتك دي تاني الا لما نتجوز رسمي. الواد ده حلو سابك سن. سيدي يا سيدي، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك في الشياكه دي؟ يا اختي يا ناس، ولا كاظم الساهر والله. مش فاهمك انت في البدل. انت عارفه انا دافع فيها كام؟ 230 جنيه. ما كنتش اعرف ان انت ايديك فرطه قوي كده بصراحه. بقول لك ايه، انا مش هاكل لوحدي وجايبه سندوتشات كفته وحواوشي. عاوز ايه؟ في حواوشي؟ هاكل كفته. ماشي يا خالد ماشي. والله يبقى فاهمك يا بنت يا ابني. يوم تبقى عايشه لي دور امينه رزق وقاعده منكده، ويوم احس ان انت جايه من النادي. وليه سدت النفس دي بقى؟ فيك ايه يا بنت عمي؟ منكده بقالك يومين ثلاثه ليه؟ يومين ثلاثه؟ انا بقالي اسبوع ما بنامش يا خالد. هموت، هطق، هفرقع. من ايه؟ من عمي. مش قادره انسى اللي عمله فيا. صورة امي ما بتفرقش خيالي ابدا. انا لازم انتقم منه، لازم. تنتجم منه كيف؟ ارجع حق ابويا، اسرقه زي ما سرقني، نسرقه كلنا زي ما سرقني انا وامي. نسرق تاني؟ انت ما بتحرميش؟ ده الجراد ما بتكتبش على حاجه غيرنا. المره الجايه زي كل مره. ما هو كله بسبب الجنان بتاع حضرتك والرصاصه الزفت اللي بتسيبها لنا ورا كل عمليه. كل ما تنزلوا تقولوا الرصاصه. بقول لك ايه، فضيها سيره. احنا النهارده فرح، عايزين نفرفش وننبسط. حاضر. امال العيال فين؟ لؤي وماجد ما بيردوش والفرح بالليل. الواد طلعت. ايوه طلعت. ايه يا عريس الغفله؟ لا مش للدرجه دي. انا لبست وكله بنجهز اهو جايين لك. ولؤي جاي وماجد هاكد عليه. انا مش عايزك تشيل هم حاجه، عايزك تفكر في الفرح وبس. يلا مع السلامه. مع السلامه. ايه رايحه فين؟ عايزه اقعد مع نفسي شويه. اشمعنى انا ما خدتش بطاري من اللي ظلمني؟ بقول لك ايه، فك النهارده فرح. اطلع كده تشيكي والبسي حاجه حلوه. حواوشي يا بت. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا بنت، سيبك من الرياضه السواحيه دي بقى، روحي تيجي عايز اتكلم معاكي. هنا. خير يا حبيبي. احنا النهارده معزومين على فرح طلعت صاحبي، فكرة؟ مش ده طلعت اللي كان معانا يوم زكريا؟ هو ده يا حبيبتي. هو طلب مني ان احنا نحضر الفرح بتاعه، وزن عليا وجع لي دماغي انه يعني انك تغني في الفرح. عينيا يا حبيبي. هو في انهي اوتيل؟ لا اوتيل ايه ده، فرح شعبي، يعني عامل الفرح بتاعه في الحاره اللي اتربى فيها. انا ياسمينة بمنظري ده اغني في حاره شعبيه؟ والله يا حبيبتي هتتبسطي والناس هتتبسط، دول ناس طيبين قوي وهيفرحوا بيكي وبعدين ما تنسيش ان طلعت عمل معانا واجب قبل كده وعمل معانا الصح. انا ما اقدرش انكر اللي هو عمله، وفي نفس الوقت نفسي ارد له الجميل، بس مش في حاره يا ماجد. انت بتثقي فيا ولا لا؟ بثق فيك. خلاص يبقى هتروحي الفرح
هتغني فيه، وانا عارف انك هتتبسطي وكل حاجه هتبقى تمام. اوكي يا حبيبي، اللي تشوف. هاخد شاور واجيلك. اوكي. عارف انت مشكلتك ايه؟ عارف يا رانيا، انت فاكره ان انا بستسلم للظروف بسهوله واني محبط واني ما عنديش هدف في حياتي؟ اول حاجتين صح، انما بالنسبه للهدف عايز شويه تظبيط. لا، الموضوع مش كده خالص. انا صحيح الظروف بتخليني ابقى محبط، بس دايما بطلع اقوى لان انا عايز ابقى انسان احسن. ما تخليش مشكلتك مع ياسمين توقفك، الطريق لسه طويل. عارف يا رانيا، الطريق طويل وطويل جدا كمان. يا ناجي، ياسمينة مش اول ولا اخر مطربه في البلد، وبعدين الدنيا عمرها ما بتقف على حد. انت عارفه مشكلتي الوسط بتاعنا ايه؟ ان انا لازم ابقى في شله، معارف كتير وعلاقات كتير وشركات انتاج، وانا ماليش في كده. بس انت موهبتك وفنك تقدر تخلي دول كلهم يجروا وراك، وبعدين انت زانق نفسك ليه في التلحين؟ ما انت صوتك حلو والمطربين ماليين البلد، ليه ما تكونش انت كمان مطرب وصوتك احلى منهم؟ ميرسي يا رانيا. انت قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه؟ اعمل ايه؟ ما اعرفش، حاول، روح يمين شمال، جرب، انت مش خسران حاجه. تصدقي المنتج اللي ماضيه معايا ياسمينة قبل كده قال لي ان انا شكلي حلو وستايلي، كمان شغلي في المزيكا مختلف تماما. كلمه، معاك رقمه، حاول معاه، حدد معاه ميعاد. حاضر. كلمه ما تخافش، واعرض عليه شغلك، ويمكن يكون وش حلو عليك. يا نهار قشطة، مش دي شقة دينا؟ قصدك دينا مين؟ دينا صاحبنا؟ لا، دي دينا القمر، دينا المز، دينا الجمال. العب قوي. ما بس يقعد انت هو نقوره يا الله. جابت نقوره؟ لا يبقى راجع دينا صاحبنا تاني. اقعد اتلم يا خفيف الظل. قول لي بقى يا استاذ لؤي، ايه بقى موضوع انك مش عايز تيجي الفرح بقى والكلام اللي ملوش لازمه ده؟ والله يا دينا بفكر ما اروحش زي ما قلت لك. ما انت عارفه ان سوسه تبقى هناك، وانا مش عايز مشاكل ومش عايز وجع راس. يا عم مشاكل ايه بس اللي انت بتقولها؟ وان كان على طلبه ما يعرفش اي حاجه عن اللي كان بينك وبينها، ما تقلقش. يا بنتي طلبه مين؟ انا ما يهمنيش طلبه ولا غيره، انا مش عايز اشوفها هي اصلا. الواد لؤي ده طلع مش اصيل. انا مش اصيل؟ ماشي يا عم الله يسامحك. والله العظيم ما اصيل. يعني ايه ما تروحش فرح طلعت؟ ده فرح اخوك، في حد ما يروحش فرح اخوه؟ يا ابني انا عايز اروح، لكن انت مفيش لكن يا استاذ لؤي، اللي بيقوله لك خالد ده هو الصح، لازم تيجي. على فكره يعني مفيش اي مشكله في وجودك، انت بس اللي عامل فيلم عربي يعني. بالعكس، عدم وجودك ده هو اللي هيعمل مشكله. رقم 1 طلعت هيزعل منك، رقم 2 طلعت هيغضب منك. فانت لازم تكون موجود. ماشي يا عم خالد، هروح. ماجد، ماجد قوم اصحابك بيتصلوا بيك من زمان، قوم رد عليهم. الفصلان ده مش عايز ارد على حد في كسلهم. قوم، انت ايه حكايتك؟ في ايه؟ قوم رد على اصحابك. ايه اللي ايه حكايتي؟ عامل دماغ وبسقط لها، بتفصليني ليه؟ عايزه مني ايه بس؟ انت ايه اخرتها معاك يا ابني؟ انت خلاص ما بقتش حاسس بنفسك اصلا. ايه اللي ما بقتش حاسس بنفسي دي؟ لا حاسس اهو سيادي، دراعي تراي باي البنج شغال، تجدوا ما يسركم، بس انت فكري شويه. تعالى طالما انت كويس كده بقى يا حبيبي قوم رد على اصحابك. يا ستي في كيسين وقلت مش عايز ارد. الو. ايه طلعت ازاي؟ ياسمينة يعني هتكون مين؟ لا طبعا اكيد جايين، ما نقدرش نتأخر عليك. ماجد؟ لا ماجد في الحمام، اول ما يخلص هخليه يكلمك. الف مبروك، مع السلامة. باي. ماجد، ماجد. بقى في واحد فيهم هيتجوز. ايوه يا فندم، اللي اسمه طلعت. الواد بتاع عرض اللواء. طب اسمع، انا عايزك تروح تجيب لي معلومات عن العيال دي، تجيب لي كل حاجه ممكن تعرفها عنهم، وتحضر الفرح وتقول لي مين كان هناك وكانوا بيعملوا ايه، كل حاجه عايز اعرفها، وتبلغني فورا. تمام يا فندم. يلا حبيبتي، يلا روحي بقى عشان كده احنا اتاخرنا قوي على الفرح.
لا اصبر شويه لسه بدري. اصبر ايه حبيبتي؟ احنا بالمنظر ده هنوصل بعد ما يكون الفرح شطه، وبعدين ده فرح طلعت يعني اخويا حبيبي. ايوه يا حبيبي بس ما ينفعش نروح بدري كده، هو احنا رايحين نفتتح الفرح؟ يا حبيبتي بقول لك اخويا شقيقي يعني كان لازم احضر الفرح ده من وهو بيلبس. انا فاهماك. طب انا عندي فكره، ما تسبقني انت وانا بعد شويه هحصلك. طب ينفع برضه اخش الفرح ده من غير مراتي يا حبيبتي ياسمينة؟ انت عايزه تزعليني ولا ايه؟ يا حبيبي ما برضه احنا ما ينفعش نروح بدري قوي كده، استنى لما اصحابك يوصلوا ويكلمونا ونروح ناخد السوكسي كده ويبقى اشيك. سوكسي؟ اشيك؟ هتنداشي صدقيني هتنداشي، بس يلا عشان خاطر. العروسه ولع الفرح ابو غراب، ولع الفرح مع العريس هطلع فرق الله راسه وعبد الفراس محمد عبد ولع الفرح ابو غراب. ابو تريكه اترشه طالع طالع عبية مشاكة تذكرة الأمير أحلى صاحبة أبوك يا خلافة وحش الفراشة. اتأخرت ليه بقى في انت وهو؟ يا شفيق جبنا عمله وشين اللي كده. عايزكم في مصلحة يا اخويا على السخان. تدينا فلوسنا على الترابيزة الأول. هديك اللي انت عايزه بس الفرح ده يقلب ضلمة. ده فرح زينة ده زينة أخت طلبة، زمانه مكارتلي على المنطقة ومأمن وعامل حسابه. انا بخاف من طلبة ولا يا امال انا جايبكوا ليه يا قفا انت يعني وهو؟ هتقبضنا بطاقتين. هقبضك الطاقة 3 بس اهم حاجة محدش يحس بيكوا، ماشي؟ ماشي يا ريس. تاكل يا اخويا. ماشي يا طلعت الكلب. ايوه طلب. طب مزفر احلى عريس واحلى عروسه، يلا احلى عريس واحلى عروسه، حاضر يلا طلعت احلى عريس واحلى عروسه، اللي يحب النبي سمعنا سقفا طلعت احلى عريس واحلى عروسه طلعت. احلى عريس واحلى عروسه، كل اصحاب العريس وكل اخوات العريس والشارع واللي فيه كل الجيران الحلوه كل اخوات طلعت ولع الفرح ابو غراب، ولع الفرح فريق الله. ولع الفرح سامع ابو نفرس محمد حنفي. ايدك بص امسك يلا تعالى هنا اهو، امسك الواد ده سيب لي ايدك خلاص يا شباب بالظبط. اهدوا يا شباب احبسوهم، امسك اوعى حد يفلت منكم. مين العيال دي؟ ده حوار برسيك عليه بعدين يا اخ لؤي، متشكرين نجاملك في الافراح. عيب عليك، احنا اولاد بلد ونعجبك قوي برضه. يا سيدي هردها لك بدل المره 2 و3 خلاص. تروز مين يا عم انت؟ ده فرح اخونا وصاحبنا. تمام يا اخ لؤي، متشكرين يا اخ خالد. الف مبروك. الله يبارك فيك. ويلا بقى علشان زمان طلعت طينها بطين جوه. اتفضلوا يا شباب. يلا اتفضلوا. يا طلبة ام العريس، ام العريس، ابو العريس، اخو العروسه، اخو العروسه، ابو العريس، 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 اخو العروسه. على طلبة على طلبة على طلبة على طلبة على طلبة على طلبة. قلنا من ابو العريس، ابو العريس على طلبة على طلبة. ماجد اهو، ماجد اهو، على ماجد على ماجد على ماجد على ماجد. صحاب العريس، صحاب العريس، احنا طلبة، احنا طلبة، احنا طلبة، احنا طلبة.
لؤي يا لؤي يا لؤي يا لؤي، قلنا خالد قلنا خالد، ولؤي قلنا ماجد قلنا ماجد. دي العريس العريس يا لهوي، الفرح ولا الفرح ولا السحاب 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 ولا الفرح بسيطة. الو. يا حسن، ايه الاخبار؟ طب تمام، حلو قوي قوي، خليك زي ما انت واوعى عينيك تغفل عنهم. سامعني يا حسن؟ انا عايز اعرف كل حاجه حصلت في الفرح ده. تمام، وتبلغني اول باول. ماشي، مع السلامه. نجمة مصر فنانة ياسمينة، نجمة مصر كله بالحب طالعة، كله بالحب طالعة. يعني مولودي، يعني إذاعة التلفزيون. يلا سير. أنا كده أنا كده أنا كده كده أنا كده